عندك لبن رايب؟ ده احلى حاجة تعملي بيه دلوقتي قرص طرية. هنعملها بالعجوة ونعملها سادة كمان. يلا بينا، اعملي سيف للوصفة. اول حاجة بنجيب كوباية من المية الدافية، ونحط عليها معلقة كبيرة من الخميرة، رشة من الملح، معلقة كبيرة من السكر. قلبي كله مع بعضه كده لغاية ما تتأكدي انه كله داب وكل المكونات اختلطت ببعض. بعدين انزلي عليهم بقى بنص كوباية من الزيت ونص كوباية من السمنة البلدي. معلش بس هاتي سمنة بلدي. ونص كوباية من السمسم المحمص. وقلبي كله مع بعضه برضو. عندي بقى دقيق متعدد الاستخدام 1.5 كيلو، وحطيت عليه معلقة كبيرة من السكر. هنزل بقى كل ده وابتدي اخلطه باللبن الرايب اللي عندي لغاية ما العجينة تتلم معاكي خالص. اهم حاجة تبسيها كويس وشوية حلوين كده عشان تبقى طرية ولينة في ايدك. هنلم العجين كويس بالشكل ده اهو. هنسيبه بقى يرتاح ويخمر معانا لمدة ساعة. بعدين هنبتدي نكوره على شكل كور الحجم اللي انت عايزاه. هنا بقى جبت اول كورة بعد ما ارتاحت، وهرصها في الصاج مدهون دهنة خفيفة بالزيت، وهعمل القرص دي سادة الاول. هنا الاول جبت، وتاني حاجة جبت عجوة وفردتها بالشكل ده على حجم العجينة او الكورت القرص بتاعي اهو. حطيت العجوة جوه القرص وهسيبها في الصينية ترتاح. وعلشان اميز ان دي اللي بالعجوة عملتها بالشوكة. بصوا الكور بعد ما بترتاح معاكي وبتفرديها في الصاج بتتفرد معاكي بمنتهى السهولة طالما خمرت كويس وسبتيها ترتاح. خلصت، بندخلها الفرن بقى تاخد لون من تحت ومن فوق، وبتبقى معاكي طرية ولذيذة جدا وهشة قوي. كمية حلوة من 1.5 كيلو دقيق. خلصت وصفة النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وشير. باي باي.